اجزم يعني هناك خيالات عند الشاعر، عند هو يقول اوديه، فياخذ مفردات، عليه ان يعرف حيثيات حتى الاطلاق بالقصيده. مثلا واحد يقول من الشعراء يقول انا طبع طبع النسر. طيب النسر تعرف عليه من يتغذى؟ عالجيف. احسنت. لو قايل لي اعيش طبع، انا ماخذ طبع الصقر ممكن طيب اتقبلها، بس من تقول لي النسر قد يفوت على السواد الاعظم، بس ما يفوت على ما يعبر على رجال الدين، ولا يعبر على العلماء، ولا طيب. يعبر على جنابك وجناب السيد. فمن يقول الشاعر يقول انا اطير اخذ، يعني ما معناه بالبيت يقول طبع 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 النسر. النسر عليه شنو يتغذى؟ وهكذا عند الشعراء هفوات، يعني يجب ان يعرف. مثلا من يعطي دلاله على الاسد يعرف شنو الاسد، او يعطي دلاله عن الذيب. مثلا يقول الخنجر، ما يصير يعطي الخنجر لصفه لاهل البيت، الخنجر للغدر. طيب عندنا الحيثيات يقول لك جميل جميل. اذا نعم. يجب ان تكون هناك ثقافه عامه نعم. يتمتع بها الشاعر الحسيني فضلا عن الثقافه التخصصيه. اما انا ارجع لحديثك وسؤالك. نعم. تقول انه العبره نعم. دم مو دم، شلون قلت له خدم مغلم دم مثل طبع النسر طبعي، مثل طبع النسر طبعي. يعني اتصور هو شنو النقد، ما افتهم، ما عرفت شنو، ما ادري التشبيه استاذ ابو علي. تشبه بالنسر؟ نعم. اي عادي، بالعكس. النسر عزيزي انا شبهت نفسي بالنسر، قلت مثل طبع النسر طبعي، اطير بهيبه الجنحين. من قلت اطير بهيبه الجنحين يعني الا الله. عرفت شلون؟ يعني مثل واحد يقول له لا اله، يقول لك فرد، يقول له الا الله، يقول له امن. يقول له مثل طبع النسر طبعي، يقول له زين شنو طبعك؟ يعني انت تاكل فطيسه لازم يكمل الشطر الثاني. احسنت. يقول له اطير بهيبه الجنحين. صار عندنا شنو اول درس في التشبيه، اول درس من دروس البلاغه اللي هي خاضعه لعلم البيان. اول درس اسمه المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. فبني 4 قوائم تقوم عليها التشبيه. هنا النسر هو المشبه، والمشبه به الشاعر، وأداة الشبه مثل، لأن هي أدوات الشبه مثل وكاف التشبيه ويضارع ويماثل ويحاكي، ذل كلها أدوات التشبيه اللي دارسين طبعا بعلم البلاغة. فهذني صار عندنا المشبه اللي هو النسر، العفو المشبه الشاعر، والمشبه به النسر، وأداة التشبيه كلمة مثل طبع النسر، ووجه الشبه أطير بهيبة الجنحين. هو يعني وجه الشبه الطيران، مثل ما تقول علي بن أبي طالب أسد الله الغالب. يعني شنو علي بن أبي طالب يركض وراء الفهد ويركض وراء الضبع ويركض وراء لا، هو ده يقول أسد الله الغالب، يعني بالغلبة. وجه الشبه الشجاعة. فيعني اكو امثله كثيره، وحتى ينتقدوني على قصيده نفس النقد هذا مال النسر. كنت كاتب قصيده يا صاحب الراس الذي فوق القنا مرفوع في 97. ايضا شاعر كان داز رساله للشام احد اصدقائه، فهذا صديقه قال لي ابو علي اكو نقد على قصيده من قصائده. قلت له تفضل. قال لي يا صاحب الراس. قلت له قصيده قويه ما بها شيء، لان انا من نقد القصيده للرادود حتى لو على وجه السرعه ارجع لها عقائديا لغويا صوره كذا احيطها من كل جوانبها واكتبها على وجه السرعه طبعا. وهذه على وجه السرعه كلش بسيطه، مو هاي من حذاقه تبع الحذاقه يعني. قلت له شنو الشطير؟ قال يقول كل النسور اللي بالسماء لك حوم. قالوا الحوم يصير على الفطيسه كذا. قلت له كمل. قال ومنها الدمع يتنثر. خلاص كملت الصوره. صار عندنا الحزن. يعني شبهت النسر. بعدين هو النسر انت تاخذ منه بس جانب ياكل فطيسه، ليش ما تقول النسر لما الطيور كلها تخضع الى الامطار، كل الطيور من تمطر الدنيا تروح، لو قال السيد حيدر ولازمت الطير اوكانها، كلها تلازم اوكانها. النسر الوحيد اللي يصعد فوق الغيم حتى ما يلوح المطر. ترفع وفي الجوارح ترفع فإن جناحيك لا يقران إلا على مرتقى. فالنسر بصفة أخرى يشخص الطريدة اللي يريد يصيدها، هو الصيدة
طبعا يصعد علو بحيث هو اللي مثلا انا كنت امشي بالصحراء مثلا ما اشوف النسر، هو يشوفني لان نظره اقوى من نظري، فيصعد علو بحيث انا ما اشوفه، هو يشوفني ويعرفني انا متعب ام اسوي نفسي تعبان. حتى هذه يفهمها هو بالسماء. الله سبحانه وتعالى كل واحد نعطيه صفه، وكل واحد نعطيه سمت، وكل واحد نعطيه خلال. فيباوع يعاين هذا الطريده مالته انه هذا تعبان او يسوي نفسه تعبان. هذا كل صفات النسر يحمد عليه. ليش احنا نروح قبل على الفقه؟ يعني على كل يعني على كل انسان ما يدور يحتاج درايه لا شك. يحتاج تشهد الله افرحت. وهم اكيد ترى علي بن ابي طالب اسد الله الغالب، والاسد هم يركض ورا الطريده ويركض ورا الضبع ويركض ورا القرد، والانسان اذا شافه ياكله. توضيح يعني ابن ابي طالب ياكل الانسان. توضيح جميل استاذ ابو علي اكيد.